ساشا. برافو يا ساشا، في يبحث هو الآخر من أجل تحقيق اللقب، لكن هناك الآن هذه خطيرة مع ياسين إبراهيمي، خطيرة المحاولة في مكان، لكن إبعاد بصورة ممتازة لا زالت مستمرة، لكن كرة عادت الآن في محاولة هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة المنتخب الجزائري، لكن الكرة بعد ذلك الراية كانت موجودة. هنا اللاعب ياسين إبراهيمي، أخطر إبراهيمي أحد الأبرز الأسماء الموجودة مع المنتخب الجزائري في اللقطة الماضية، لكن هذه اللقطة الذهني وتفادي الأخطاء، تفادي الأخطاء هذا ما نتمناه من خلال أحداث هذا اللقاء. كرة عادت الآن، نقلة أمامية، يحيى نادر الآن يلعبها تحت الضغط، لاحظ الضغط المستمر من جانب المنتخب الجزائري. عودة بالكرة مع اللاعب باكايو، هذه فرصة الآن لمصلحة منتخبنا الوطني، لكن هناك صافرة من قبل حكم اللقاء وبطاقة صفراء. برافو، بطاقة صفراء نعم للاعب فيكتور ليكحيل نعم في اللقطة الأخيرة. لاحظ التدخل كان موجود مع اللاعب باكايو، وبالتالي الصافرة كانت حاضرة من جانب حكم اللقاء. برافو يا كايو، نعم برافو لكايو في لحظة التقدم. هنا فيكتور يحصد على البطاقة الصفراء الأولى. يشير حكم المباراة السيد أدهم خادمة في اللقطة التي غابت خلال الفترة الماضية، وهذا ما نتمناه من خلال هذا اللقاء يا أولاريو كوزمين، ونبحث عن النتيجة الإيجابية في هذه الموقعة. خطأ وصافرة لمصلحة منتخبنا الوطني. أشاهد اللاعب نيكولاس خيمينيز من مسافة بعيدة، لكن عند من التصويبات المميزة، عند من التسديدات القوية. راح نشاهد ونتابع الآن. هنا حكم اللقاء السيد أدهم خادمة من مسافة بعيدة مع اللاعب خيمينيز يلعبها، لكن هذه الكرة الآن لا زالت مستمرة مع ميلوني. عودة بالكرة، نقلة أمامية في الطرف الأيسر، محاولة من جانب اللاعب لوكاس بيمنتا، لكن بعد ذلك الكرة والتغطية مثل هذه الكرات يا لوكاس بيمنتا في اللقطة الماضية. بطاقة صفراء للاعب لوكاس بيمنتا في لحظة إبعاد الكرة، وبعد ذلك أيضا التدخل مع اللاعب اللي كان طايح على أرضية الملعب سفيان بن دبكة. هذه اللقطة، هذه الكرة، وبالتالي الآن خطأ لمصلحة المنتخب الجزائري، خطأ الآن لمصلحة منتخب الجزائر. نشاهد ونتابع. صافرة كانت موجودة من جانب حكم اللقاء، وقرار إداري كان حاضر في اللقطة الأخيرة. خطأ الآن لمصلحة المنتخب الجزائري. نشاهد ونتابع مع اللاعب ياسين إبراهيمي. أكثر من لاعب يتقدمون إلى الأمام من أجل تسجيل الهدف الأول، هذا ما يريد المنتخب الجزائري، لكن على حارس المرمى حمد المقبالي الآن. هذه اللقطة، هذه محاولة لا زالت مستمرة. نعم سجل الهدف لمصلحة محاربي الصحراء في اللقطة الماضية، سجل الهدف، لكن الراية كانت موجودة. نشاهد ونتابع. هل الراية كانت حاضرة في اللقطة الأخيرة؟ نعم الصافرة كانت موجودة، وبالتالي الصافرة، وأيضا بالتالي أيضا يتم إلغاء الهدف. نعم حذاري من الكرات العرضية. هذه اللقطة هل كان متسللا فعلا؟ من هذه اللقطة كانت واضحة من جانب اللاعب اللي كان متقدم أشرف عبادة، وبالتالي هذه وحدة، هذه محاولة، هذه فرصة لا زالت قائمة يحاول فيها، لكن الكرة بعد ذلك مقطوعة. الكرة بعد ذلك مقطوعة الآن. عودة فيها نقلة أمامية الآن باتجاه اللاعب عادل بن بينا، يحاول فيها التغطية. وين التغطية؟ نعم التغطية موجودة من جانب اللاعب لوكاس أو ماركوس ميلوني في اللقطة الماضية. عادت بالكرة، محاولات الآن لمصلحة، يحاول فيها خيمينيز في الجهة اليسرى، محاولة قائمة، لكن مرت بعد ذلك وإلى خارج أرضية. أشرف عبادة اللي كان في مصيدة، وبالتالي تم إلغاء الهدف. لاحظ الكرة مع اللاعب كايو، لكن طولها في اللقطة الماضية. عادت سريعة الآن لمصلحة المنتخب الجزائري. نعم تتكلم منتخب قوي، منتخب يشارك، حامل اللقب في رحلة الدفاع، لكن هذه الكرة صافرة من جانب حكم المباراة. الصافرة موجودة، نعم تلعب أمام منتخب متمرس، تلعب أمام منتخب ثالث أقوى المنتخبات على مستوى أفريقيا، نعم بعد المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، وبالتالي يتواجد كتصنيف نعم في المركز الثالث المنتخب الجزائري، وبالتالي المهمة أكيد لن تكون سهلة لمنتخبنا الوطني، لكن بإذن الله نخرج بالنتيجة الإيجابية. كرة عادت بعد ذلك وإلى خارج. نعم في مثل هذه المباريات تحتاج إلى التركيز وتفاصيل صغيرة
تحسم الأمور. نعم، من كرات ثابتة، استغلال المساحات، هكذا هي الصورة دائما في المباريات الإقصائية، وبالتالي علينا نلعب على أداء يعني يكون متوازن هنا في أرضية الميدان. كرة عادت الآن على الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب الجزائري. حتى الآن عزيز المشاهد حذاري أيضا من جانب اللاعب ماركوس ميلوني، لكن البطاقة مع اللاعب لوكاس بيمنتا اللي عنده البطاقة مع اللاعب ياسين بنزينة. هذه خطيرة، لكن كرة صدت عادت الآن لمصلحة منتخبنا الوطني باتجاه اللاعب يحيى الغساني. الغساني الخطير يتقدم من الأمام، يحاول فيها نقلة، لكن الكرة بعد ذلك التغطية كانت موجودة من جانب اللاعب عبد القادر بدران. كرة كانت خطيرة عادت الآن لمصلحة منتخبنا الوطني، لكن كرة بعد ذلك بتتخلص سريعة في الطرف الأيمن، فيها نقلة فيكتور يلعبها لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. عودة بالكرة الآن مع عادل بلبينة، يحاول فيها، لازالت مستمرة لمصلحة المنتخب الجزائري، لكن هناك صافرة من جانب حكم المباراة، صافرة وخطأ في اللقطة الماضية. هنا اللاعب الخطير، لاعب بإمكانيات كبيرة، عادل بولبينا المحترف أيضا في الدوري القطري مع فريق الدحيل القطري، وبالتالي الصافرة كانت موجودة في اللقطة الماضية. خطأ لمصلحة المنتخب الجزائري، خطأ لمصلحة المنتخب الجزائري في هذا التوقيت. وشاهد ونتابع الآن اللاعب اللي يتقدم للتنفيذ ياسين بنزينة. حارس المرمى حمد المقبالي في حديث أيضا مع اللاعبين والتوجيهات المستمرة. نشاهد ونتابع، الكل يتابع، الكل يترقب. خطأ في هذا التوقيت الآن لمصلحة المنتخب الجزائري. ملعوب الكرة العرضية، المحاولة لازالت مستمرة، لكن الكرة بعد ذلك الابعاد بصورة ممتازة. ابعاد الكرة، نعم علينا بأن نضغط، علينا بأن نحاول عدم إعطاء الفرصة لإعداد الهجمة، لكن هناك صافرة من جانب حكم اللقاء. الصافر محاولات قائمة. لاحظ هنا اللاعب ياسين ابراهيمي في لحظة الاشتراك من جانب اللاعب برونو اوليفيرا، لكن الصافرة كانت موجودة. هذه اللقطة نعم من أجل تأكيد قوتهم والمحافظة على اللقب كما يتواجد وحاضر من خلال السنوات الماضية على مستوى المنتخبات العربية. لاحظ الكرة الآن، خطأ للاعب ياسين ابراهيمي على التنفيذ الآن لمصلحة المنتخب الجزائري. نشاهد ونتابع، هذه فرصة، هذه محاولة، هذه خطيرة، لكن ابعاد بصورة ممتازة. ابعاد من جانب اللاعب ساشا. عودة بالكرة مرت بعد ذلك والى تعود الكرة مع اللاعب فيكتور، نقلها في الطرف الايسر لمصلحة المنتخب الجزائري. محاولات قائمة للقب من خلال النسخة الأخيرة المنتخب الجزائري، لكن الرجال الأبيض راح يكونون قد هذه المهمة بإذن الله من خلال هذه الموقعة. كرة عادت الآن، وصلنا إلى النصف الساعة الأولى على أحداث زمني أحداث الشوط الأول والنتيجة حتى الآن، وبالتالي الكرة الآن إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، عودة بالكرة الآن باتجاه اللاعب ساشا لمصلحة منتخب الإمارات. عودة بالكرة، ساشا الآن يلعبها في الطرف الأيسر. روبن فيليب، نقلة أمامية بشكل ممتاز. هنا الاستلام، هذه محاولة الآن، لكن هناك الراية كانت موجودة. نهائي، والمنتخب المغربي ينتظر الفائز. المنتخب المغربي نعم أسود الأطلس في انتظار الفائز من خلال هذا اللقاء. الأمور هناك حسمت، المنتخب الأردني راح يقابل المنتخب الأخضر السعودي، لكن هنا الكرة والمحاولة وبعد ذلك الصافرة كانت موجودة. الصافرة موجودة وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء للاعب ماركوس ميلوني. حذاري، نعم يا ميلوني، حذاري يا لوكاس بيمنتا. الآن عنده بطاقة، وأيضا ميلوني عنده بطاقة صفراء مع هذه الكرات، مع المحاولات المستمرة من جانب اللاعب ياسين إبراهيمي في محاولة التقدم في اللقطة الأخيرة. كرة عادت الآن، مرور بشكل ممتاز، يتقدم يحاول، لكن كرة بعد ذلك مقطوعة. عادت الكرة الآن في الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب الجزائري في جانب المدرب السيد أولاريو كوزمن. عدم الاستعجال، هذا ما نشاهد الآن خاصة في مثل هذه المباريات. نعم تلعب المباريات في الأدوار الإقصائية بهذه الصورة، لكن هنا كرة الآن لازالت قائمة مع اللاعب ياسين إبراهيمي. لعبها باتجاه اللاعب فيكتور، يحاولون يبحثون عن نقلة في الطرف الأيمن مع اللاعب ياسين، لكن الكرة بعد ذلك
عادت كرة عادت الآن نقلة، هذه محاولة لكن كرة بعد ذلك مقطوعة وإلى أو عادت في الطرف الأيمن، مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لمصلحة منتخبنا الوطني. نعم هنا علم، عادت الآن نقلة أمامية، هذه محاولة حذاري من هذه الكرات، لازالت مستمرة خاصة مع هذا الخطير، لكن كرة بعد ذلك مقطوعة. برافو يا ماجد راشد في اللقطة الماضية، استخلاص الكرة بشكل ممتاز، نقلة في الطرف الأيمن، عودة بالكرة الآن، المحاولة لكن هناك صافرة من جانب حدا ما نتحدث. نعم عدم إعطاء الفرصة من أجل إعداد الهجمة، والمنتخب الجزائري عندما يستحوذ للكرة دائما ما يقدم مستوى كبير، لكن نعم هنا في الطرف الأيسر مع الخطير إبراهيمي يحاول، هذه فرصة، هذه محاولة، لكن الصافرة كانت موجودة من جانب. يحدث هنا في أرضية الميدان هذه اللقطة ربما كان في دفعة فعلا، اللاعب يعني رايح باتجاه اللاعب ماجد راشد في اللقطة الماضية، وأيضا الصافرة كانت خلال هذه الموقعة. نبحث عن كل الأسماء من خلال هذه الموقعة يا ساشا، يا لوكاس بيمنتا وكايو وخيمي وبقية العناصر. كرة عادت الآن لمصلحة منتخبنا، هذه عرضية، هذه محاولة لكن طالت بعد ذلك وإلى خارج أرض الجزائر. كرة ملعوبة الآن طويلة أمامية في وسط الميدان، هذه خطيرة، هذه محاولة، هذه فرصة، هذه كرة خطيرة أمامية. نعم يسجل، نعم يسجل الآن المنتخب الجزائري، هذا ما نشاهد الآن، سجل الهدف في هذا التوقيت. نعم نعم الراية كانت موجودة، الراية كانت حق. هل كان متسللا في هذه اللقطة؟ راح نشاهد ونتابع، هل كان متسللا؟ نعم من هذه اللقطة واضحة. نعم محمد مصطفى الحكم المساعد الاول. في نقل الان، هذه محاوله، لاحظ الكره لكن الكره بتتخلص بشكل ممتاز مع يحيى الغساني. يا سلام يا غساني، يا سلام يا الغساني، هنا الكابيتانو، هنا الكابيتانو يتقدم من الامام، لكن كره بعد ذلك منتخب الامارات امام منتخب